السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك بيخسر مباراة من أهم مباريات الموسم، ومباراة كانت أصعب مباراة في الموسم بالنسبة لنادي الزمالك، وهي مباراة إنبي. الفوز في مباراة إنبي كان هيخلي الزمالك حاليا فارق عن الأهلي ب6 نقاط، وفارق عن بيراميدز ب3 نقاط. لكن كده حاليا هو الزمالك بقى في المركز الأول من 20 مباراة عنده 43 نقطة، وبيراميدز نفس الكلام من 20 مباراة 43 نقطة، كده متساويين. الأهلي في المركز الثالث من 20 مباراة عنده 40 نقطة، يعني فارق 3 نقاط لنادي الزمالك. وسيراميكا بقى في المركز الرابع برضه من 20 مباراة عنده 38 نقطة، يعني كده بقت منافسة هتكون مشتعلة جدا 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 في الدور التاني. يعني هتكون مباريات يعني لابد، وهتكون المتعة حاضرة فيها بكل الأشكال، يعني هتبقى مباريات ممتعة بين ال7 فرق الأول. فيلا بينا كده نعرف الجرعة تمت ازاي امبارح، ونشوف الدنيا حصل فيها ايه. يلا بينا كده. أول حاجة القرعة تمت امبارح، فمباراة الجولة الأولى هي الزمالك هيلعب المصري، والأهلي هيلعب سيراميكا كليوباترا، وإنبي هيلعب سموحة، وبيراميدز بقى باقي مش هيلعب الجولة الأولى. فيلا بينا كده نتكلم عن مباريات الزمالك بالترتيب في جولة الحسم. أول مباراة كان هيكون مع الزمالك مع المصري، وتاني ماتش هيكون الزمالك باقي. تالت جولة هيكون الزمالك وبيراميدز، وبعد كده الرابعة الزمالك وإنبي، الخامسة الزمالك والأهلي، والستة الزمالك وسموحة، وبعد كده الزمالك وسيراميكا. فجرعة الدور التاني في الدوري المصري اتعملت، ويعني من الآخر كده احنا داخلين على ملحمة كروية. الأهلي هيبدأ مع سيراميكا كليوباترا ثم سموحة، وبعد كده يريح الجولة التالتة، وبعدها بقى يلعب مع الزمالك وبيراميدز ورا بعض في الجولة الرابعة والخامسة. في خلال 4 أيام هيلاعب البيراميدز والزمالك ده الأهلي. أما بقى الزمالك فهيبدأ مع المصري وهيريح الجولة التانية، وبعدها بقى يلعب بيراميدز، وبعدها الإنبي ثم الأهلي. يعني ديربي الأهلي والزمالك هيبقى في الجولة الخامسة. بالنسبة بقى لبيراميدز فده هيريح أول جولة، وبعدها ينزل خناقة بقى المصري ثم الزمالك ثم الأهلي. يعني لما الأهلي هيريح هيكون الزمالك بيلعب بيراميدز. فالواحد بقاله زمن ما شافش المتعة في الدوري المصري زي دي. 3 أندية أو 4 أندية بينافسوا على اللقب، 2 منهم متساويين في النقط، والتالت وراهم ب3 نقط، والرابع بنقطتين بس، ولسه يلعبوا مع بعض تاني. والدور التاني نفسه مفيهوش أي مباراة سهلة، كل الاحتمالات مفتوحة. وبإذن الله نكون مع موعد مع المتعة في بطولة الدوري، لأن من زمان ما شفناش المباريات دي، وكمية مباراة صعبة جدا 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 على كل الفرق تقريبا هتتم، وهتبقى مباريات ممتعة بإذن الله. ونتمنى تكون مباريات ممتعة، وبنتمنى التوفيق طبعا لنادي الزمالك. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة، كانت حلقة خفيفة. أتمنى دعمنا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي أهم حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.